أعظم عمل في شعبان، وأسألك بالله يا رب العالمين أن تعرني عقلك وقلبك. ما هو؟ طهارة القلب، صفاء السريرة، نقاء المضغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن ماجه وهو عن أبي موسى الأشعري وحسنه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ليلة النصف من شعبان يغفر الله رب العالمين لجميع الخلق، لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا لصنفين اثنين: الأول رجل أشرك بالله رب العالمين، ومن أشرك بالله شيئا فقد حبط عمله. الثاني، وهذا الأخطر، رجل بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه بغضاء، في قلبه غل، في قلبه شحناء، في قلبه كره، في قلبه بغض، في قلبه قطيعة ورحم، في قلبه شحناء على إخوانه. هذا الذي يحرم من المغفرة ويحرم من رفع العمل إلى الله رب العالمين. والذي يحمل في قلبه الغل كم هو محروم، كم مضى عليه وانقضى عليه شعبان سنين كثيرة وعمله لم يرفع إلى الله رب العالمين. قارنه الله ومزجه ربي ووصفه ربي بأنه مع المشرك على حد السواء، على حد السواء. أعظم ليلة، ومن أهل العلم من يقول أنها تأتي بعد ليلة القدر في مغفرة الذنوب وستر العيوب، هي ليلة النصف من شهر شعبان. لم يطلب الله منك عملا كثيرا، فقد طلب شيئا واحدا، اللي هو أن تكون موحدا لا تشرك بالله شيئا. اثنين، أن يكون قلبك صفيا نقيا لا يحمل الغل، لا يحمل الحسد، لا يحمل الكره، لا يحمل البغض. أنت ستدخل على رمضان، على سيد الشهور، يريد الله رب العالمين والنبي الحبيب الكريم أن يدخل عليك شهر رمضان وقلبك صفيا على إخوانك، لا تحمل الغل. يا أخي اعف عن الناس. اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني فاعف عنه. اعف عن إخوانك، سامح الناس، لا تحمل في قلبك الغل ولا الحسد. وهذه من أعظم وأجل القربات التي يمكن أن يأتي بها الإنسان أمام رب العالمين تبارك وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أسامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور مثل ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عليه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ها هي الأعمال والعبادات التي يمكن لك أيها الحبيب أن تتعبد بها رب العالمين. الأولى الصوم، الثانية أن لا تكن من الغافلين. حاول تجتهد في هذا الشهر، تقرأ القرآن الكريم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا دخل شهر شعبان كنا نغلق الحوانيت ونفتح المصاحف ونقرأ القرآن، فشهر شعبان هو شهر القرآن الكريم. ويصوم المسلم. ثم أوصيك بطهارة القلب، وما أدراك ما طهارة القلب، فبطهارة القلب
تنجو وتصفو وتعلو ويرضى عنك رب العالمين ولا تحرم من المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن أعمال العباد ترفع يوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس ليلة الجمعة، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا لرجل، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا لرجلين بينهما شحنان، فيقال أي تقول الملائكة: أنظروا أي أمهلا هذين حتى يصطلحا. أمهلا أي اتركوهم، لا يرفع لهم عمل، لا يرفع لهم عمل إلى الله تعالى، لا تصعد الأعمال إلى الله، هو محجوب عن رب العالمين، هو مقطوع الصلة عن الله تبارك وتعالى. ما السبب؟ لأن في قلبه صديد، لأن في قلبه غل، لأنه قاطع ورحم، لأنه لا يحب الخير لإخوانه، لأنه قد حمل الكرب، قد حمل الشحناء، قد حمل البغضاء، لأنه أبغض الخلق على غير علة وعلى غير سبب. أمهلوهم، لا ترفعوا لهم عمل، لا ترفعوا لهم عمل ما دام قلبه يحمل الغل والصديد. نعوذ بالله من كفران النعم، نعوذ بالله من الغل، ونعوذ بالله من الكرب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. يا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبابي، إخواني، آبائي الكرام، أفضل ما نستعد له لخير شهر آت بداية من شهر شعبان. افتحوا الصحف، افتحوا المصاحف، اقرأوا القرآن الكريم. لا تجعل يوما يفوت عنك دون أن تفتح وتقرأ ولو صفحة واحدة من كتاب ربك. صم شهر شعبان ولو يوم، ولو اثنين أو خميس، صم ولو يوم. ابتعد عن المعاصي. المعاصي في شهر شعبان تجعل لك أغلالا في شهر رمضان. المعاصي في شهر شعبان تجعل لك وحشة تجدها في شهر رمضان. المعاصي في شهر شعبان تبعدك عن رضا الله وعن رب العالمين في شهر رمضان. العبادات في شهر شعبان تجعلك تحب الله ورسوله في رمضان، تجعلك تسعد بالعبادة في شهر رمضان. العبادة في شهر شعبان تتذوق حلاوتها في شهر رمضان. العبادة في شهر شعبان هي عتق من النيران ومغفرة الذنوب في رمضان. أخي الحبيب، وجلال رب العالمين، أناس كثيرة، شباب ورجال، نساء وشيوخ، هم الآن تحت الأرض ينتظرون البعث والنشور. أبقاك الله أنت صحيحا معافى سليما حتى ينظر الله ما العمل وما العبادة التي تتعبدها ربي حتى يرضى عنه. أحبك الله، والله من أدرك رمضان فقد أحبه ربي، ويريد الله أن يكرمكم وأن يتوب عليكم وأن يرضى عنكم
فلا تفوت هذه الفرصة. صم، طهر قلبك. أنا أنصحك لله تعالى وأنصح نفسي ابتداء. لن ينفعك أن تحمل في قلبك الغل والشحناء والكره لإخوانك، والله عبء على نفسك فقط. لن ينفعك شيء. الذي ينفع أن تأتي الله رب العالمين فيطلع على قلبك فيرى فيه الصفاء، ويرى فيه النقاء، ويرى فيه الحب، ويرى فيه الأخوة. هذا الذي ينفعك. صل أرحامك، زر أقربائك، زر بني عمومتك، انزع الغل، فإن الله والله سيسعدك ربي، وستفرح وتنجو بإذن الله رب العالمين.